لو حضرتك فاتح الواتساب النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز ومحدث واتساب عمر العنابي أو واتساب عمر الذهبي أو واتساب الذهبي أو واتساب الجولد أو واتساب عبد الله أو واتساب الدلتا أو واتساب جي بي، أي نسخة من التحديثات اللي احنا نزلناها من قبل، فالفيديو ده مهم جدا جدا ليك، لأن أنا جايب لك تحديث واتساب جي بي، لأن التحديث ده تم إضافة مميزات جديدة فيه. تمام. كل اللي علينا هنمسك الموبايل بتاعنا عشان نتعرف على المميزات بتاعتنا. كل اللي علينا نضغط على جي بي واتساب، يفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنا طبعا لو انت عايز تضيف اكتر من حساب، هنا طبعا وضع الطيران، هنا وضع الدرج او الفاتح، هنا وضع الشبح. هنضغط على الثلاث نقاط وهنضغط على الخصوصية جي بي. هنا طبعا الخصوصية جي بي إخفاء الظهور إنك شاهدت الحالة، يظهر إنك شاهدت الحالة، يظهر إن الرسالة محولة، يظهر الرسائل معدلة، تعطيل المشاهدة المرة الواحدة، تعطيل منع حذف الرسائل، تعطيل منع حذف الحالات، إظهار الصحيحين يظهر فقط بعد الرد، الصح الأزرق، الصحيحين الاستلام، جاري الكتابة، تسجيل الصوت، الاستماع للصوت، إعادة الضبط. ولكن هنضغط تاني على الثلاث نقاط وهنضغط على تحديث جي بي واتساب، هنضغط عليها بالشكل ده كده. هنا تحديث جي بي واتساب، تحديث جي بي واتساب من اليوتيوب، لو ضغطت عليه كده هيبدأ يدخلك على قناتي على اليوتيوب، تقدر تتابع الفيديوهات الجديدة اللي بتتكلم عن الواتساب أو التحديثات في قناتنا على اليوتيوب. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط تاني، تحديث جي بي واتساب، هنضغط على تحديث من قناة التليجرام، هيبدأ يدخلك على قناتي على التليجرام. من خلال قناتي على التليجرام هتقدر تحصل على الفيديوهات الجديدة برضو والنسخ الجديدة بتاعت الواتساب. هنبدأ نرجع كده، هنرجع كده، هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب اضافات جي بي، هنبدا ننزل لتحت وهنختار حاجه اسمها التحديثات، هنضغط عليها، هنجيب سجل التغيرات بالشكل ده كده. طبعا النسخه اللي احنا بنتكلم عنها في 21.05.05. تمام. لو لاحظنا كده دي كلها المميزات الجديده اللي هي اتضافت: تفعيل خيار القوائم لاداره الاشخاص والمجموعات، تفعيل ضبط الثيمات والالوان والفقاعات في الدردشه، تفعيل ميزة الرابط الاتصال داخل الدردشات والمجموعات، تفعيل تصميم لوحة المفاتيح والملصقات أكثر حكما، يعرض 5 ملصقات على التوالي، في سابق كان 4، تفعيل ترجمة الدردشات والواتساب الرسمي. دي كلها زي ما انتم شايفينها، عشان برضو وقت الفيديو ما نطولش عليكم، دي كلها الحاجات الجديدة اللي اتضافت والحاجات اللي احنا تم التحسين من خلالها. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، دي كلها الحاجات اللي اتضافت. تقدر تدخل على سجل التغيرات من التحديثات وتقدر تتابع كل الحاجات اللي اتغيرت والحاجات الجديدة اللي اتضافت زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. تمام. هنرجع خطوة لورا، هنرجع تاني، هنيجي عند الحماية والخصوصية. لو ضغطت كده دي كلها المميزات اللي في النسخة زي ما انتوا شايفين اهو، تقدر تستخدمها عادي بكل سهولة. دي كلها مميزات اهي عشان بس ايه تكونوا عارفين. تمام. هرجع خطوة تاني، هنضغط على الثيمات. تمام. هنقول تحميل الثيمات، هنا عندك 4032 ثيم، 4032 ثيم، تقدر تختار الثيم اللي انت هترتاح عليه. انا ممكن نختار الثيم ده ونقول له حسنا، هيبدأ ايه يغير لي الشكل زي ما انتوا شايفينه اهو. تمام. بطريقة سهلة وبسيطة جدا وحاجات جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. هنضغط على الثلاث شرط ونجيب اضافات الجي بي، وهنضغط برضه على السمات وهنضغط على تحميل السمات. زي ما انتوا شايفين دي كلها سمات اهي. معاك 4032 سيم، السيم اللي يريحك واللي يعجبك تقدر تشتغل عليه، تقدر تشتغل عليه وتقدر تثبته عندك. يعني ممكن نختار وليكن الثيم اللي هو باللون الأخضر ده، هنضغط عليه بالشكل ده كده، هيتحول معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط ونجيب اضافات جي بي وهنيجي عند الاعدادات العامة هنضغط عليها. هنا طبعا الالوان وستايل الشكل، لو ضغطت على ستايل الشكل زي ما انتوا شايفين تغيير نوع الايموجي، وهنا متحدد على واتساب والاي او اس. تمام. اللي هو الايفون و1 وفيسبوك واندرويد زيرو ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها، دي كلها مميزات اهو. وهنا تغيير أيقونة التطبيق، وهنا تغيير أيقونة الإشعارات، تغيير أيقونة الإشعارات زي ما انتم شايفين، تغيير نوع الخط، تحميل الخط، لو انت عايز تحمل خط بيبدأ ايه يوريك ايه التحميلات بتاع الخطوط يعني. تمام. زي ما انتم شايفين اهو. هنرجع تاني، وهنا برضو إخفاء الوسائط من المعرض، نسخة احتياطية، الإعدادات. هنرجع كده، لو جينا هنا عند شاشة المحادثة وضغطنا عليها وجبنا البار العلوي، هتلاقي طبعا زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات. تمام. هنيجي عند الفقاعات والصح. تمام. دي كلها برضو هي زي ما انتم شايفين،
دي كلها مميزات زي ما انتم شايفينها. طبعا انا عشان وقت الفيديو عايز اختصر بسرعة. تمام، دي كلها اشكال اهي جديدة وحاجات جميلة جدا، ايقونات مشرف المجموعة. هنرجع كده خطوة، هنيجي عند مؤثرات التنقيل هنضغط عليها او التنقل، وهنجيب تأثيرات السقوط هنضغط عليها. هنا طبعا هنفعل التأثيرات بالشكل ده كده، وهنبدأ نفتح كده. عفوا، هنعلي الكثافة تمام، ونعلي السرعة تمام، ونختار سقوط الكائنات. ممكن نختار الورد مثلا في الشاشة الرئيسية، إن ينزل ورد في الشاشة الرئيسية. هنيجي برضو عند تحت شاشة المحادثة أو الدردشة، وهنيجي عند تأثير السقوط ممكن نخليها قلوب. تمام، ونعلي الكثافة ونعلي السرعة. هنرجع خطوة، هنرجع تاني. شوف بقى كده، الورد بينزل معاك بشكل جميل جدا في الشاشة الرئيسية على الواتساب. تمام. طيب لو انا حبيت دلوقتي ادخل على شاشة المحادثة، اضغط كده على شاشة المحادثة هتلاقي القلوب بتنزل بطريقة جميلة. شايفين شكل ممتع وشكل جميل جدا جدا. هي بصراحة نسخة جي بي بعد التحديثات الجديدة والتعديلات اللي هي نزلت والمميزات الجديدة اللي نزلت فيها زيادة دي، بصراحة خلت النسخة بقت جميلة جدا وسلسة في التعامل. تمام. طيب هنرجع كده زي ما انتم شايفين، هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب بقى جي بي، وهنجيب الشاشة الرئيسية ونجيب البار العلوي. ممكن نخليه مثلا الدردشات والمجموعات والمستجدات والمكالمات والمجتمع. هنضغط على ستايل بار تنقل وهنختار مثلا اي او اس، نخلي يبقى شكلها من خلال الاي او اس. تمام. طبعا هنا بيقول لك وضع اسمي، انا طبعا كاتب اسمي على الواتساب عبد الله الباشا، بظهر عبد الله الباشا. لو انا قفلت كده هتلاقي نسخة واتساب جي بي واتساب، جي بي واتساب. تمام. زي ما انتم شايفين مميزاتها هنا، لو انا عايز اظهر ايقونة الكاميرا بص كده جنب البحث او الشبح او علامة الواي فاي، هنضغط كده هتلاقي ايقونة الكاميرا. هنبدأ نفتح كده، هيبدأ ايه يصور معايا عادي مفيش اي مشكلة، ولكن لازم ارجع تاني عفوا. هضغط كده وافتح الكاميرا هتفتح معايا عادي مفيش اي مشكلة. تمام، زي ما انتم شايفين اهو. هنفتح تاني الكاميرا اهو، الكاميرا فاتحة معايا مفيش أي مشكلة خالص نهائيا زي ما انتم شايفينه يا شباب. تمام، هنرجع كده. تمام، المميزات جميلة جدا. هنضغط على الثلاث نقاط إضافات جي بي، وهنيجي عند الثيمات هنضغط عليها. طبعا عايز أغير الثيم، هنشوف بقى ثيم كده، أي ثيم تاني يكون هادي شوية بلاش الأخضر. خلينا كده إيه المميزات الجميلة والحاجات الرهيبة. بصراحة بجد النسخة الثيمات فيها تحفة 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 يعني. تمام. طيب ممكن وليكن ننزل تاني نشوف مثلا ثيم يكون كويس. ممكن نختاره اصفر، نضغط عليه كده، يا رب الاصفر بس يطلع كويس. بصوا هو الاصفر طالع جامد جدا جدا بصراحة يعني، ولكن فاقع اوي. لو انا ضغطت كده شايفين يعني الالوان بتاعته شديدة اوي. طيب النسخة دي بقى عايزين ندخل نحدثها دلوقتي. كل اللي عليك هطلع كده، هاجي هنا عند التليجرام هضغط عليه، هيبدأ يقول لك تحديث واتساب جي بي، هضغط عليه. تمام، وهضغط على زد ارشيف. طبعا ده تحديث واتساب جي بي اخر اصداره. تمام، الواتساب جي بي اخر اصداره النسخه اللي هي رقم 2. تمام، فالنسخه ديت اخر اصدار ليها واخر تحديث ليها، ونازله باضافات ومميزات جديده زي ما انت شفتوا كده. هنضغط عليها هنا طبعا 2 جي بي واتساب النسخه رقم 2. هتبدا تحدثها تقول له تثبيت، هيطلب مني باسورد. الباسورد ايه هو؟ 912. يعني ايه؟ يعني الباسورد او كلمة المرور 912 912 912 وهنقول حسنا. هيبدأ يفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضغط على أداة تثبيت الحزب، وبعد كده هقول له تحديث. هيبدأ يتحدث معايا زي ما انتوا شايفين. النسخة بجد تحفة تحفة تحفة. هنقول فتح، هنضغط على الثلاث نقاط، هنجيب الإضافات، هننزل على التحديثات بالشكل ده كده. تمام، وهنيجي عند سجل التغيرات هنضغط عليها. ادي يا شباب طبعا تاريخ التحديث النسخة 22/11/2024. 22/11/2024 ده كان تاريخ امبارح. تمام، النهارده التاريخ 23/11. تمام، وزي ما انتم شايفين كده اهو، ده كلها جديد 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 جديد،
وكل جديد اهو زي ما انتم شايفين، جديد جديد جديد، وهنا تحسين وهنا تحسين وهنا المزيد وهنا المزيد. تمام. يعني دي كلها المميزات الجديدة زي ما انتم شايفينها، رهيبة جدا 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 في الواتساب. تمام. هنبدأ نقول موافقة. تمام. ونرجع كده. بعد كده هنيجي عند حول التطبيق نضغط عليه، وهنيجي عند هنا جي بي واتساب ماس في 20.05 أو 0 5. تمام. هنيجي عند كلمة شكر هنضغط عليها بالشكل ده كده. طبعا هنا بيقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لماذا لا تصلي؟ فلو ما بتصليش الحق صلي بسرعة، عشان العمر قصير جدا، وخلي ربنا يرضى عنك. تمام. هنا طبعا عبد الله الباشا، اسمي عبد الله الباشا، قنواتي على اليوتيوب والتليجرام. لا تنسى الاشتراك في القناة، لازم تشترك عندي في قناتي على اليوتيوب وقناتي على التليجرام، ورابط قناة التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو. رابط قناة التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو. هنا تابع التليجرام، هتضغط كده. تمام. هتلاقي دخلك على قناتي على التليجرام. هنرجع كده، هنرجع تاني، هنضغط على تابع من اليوتيوب، هيبدأ يدخلك على قناتي على اليوتيوب زي ما انتم شايفين اهوت. تمام. وصلى على حبيبك رسول الله. مميزات رهيبة جدا. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومة بشكل سليم. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.